السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. في شخص هيحاول يخدعك في رجوع حق وورقة مهمة هتوصلك، ولكن احذر من الورقة دي، لان الورقة دي هيبقى فيها سر، والسر ده هيبين لك شخص انت كنت فاكره قريب منك، فاكره بيحبك، لكن هيطلع بالعكس، هتتصدم فيه. بس حاول تهدى وتركز عشان تعرف تحل امورك، لان قدر الله وما شاء فعل. علاقة الشخص ده انت اللي كنت صاحبها وانت اللي كنت متمسك بيها. العلاقة دي انت اللي هتحدد مصيرها، ما تخليش حد يتحكم فيك ولا بحريتك. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. حاول تشوف الصح واعمله، وركز كويس قوي في القرارات اللي انت هتاخدها دي وتحديد مصيرك. خليك فاهم الكلام ده كويس واعمله. اصلا انت مش عارف هم عملوا فيك كده ليه. انت كنت بتحبهم، بتحترمهم، بتعمل كل حاجة حلوة عشانهم، ما كنتش بتحرمهم من حاجة. اي حاجة نفسهم فيها قبل ما يطلبوها كنت بتجيبها لهم لغاية عندهم. بس سبحان الله، في ناس كده كلامهم وافعالهم خبي عنهم خططك اللي انت عايز تنفذها. ما تخليش قصصك الشخصية على لسان حد او في اي مكان. اهم مميزات البرج ده بيحب الحياة والانطلاق لأي هدف هو عايز يحققه. كمان شخصية بتحب الحياة جدا، عايز يتقدم في حياته طول الوقت، شغله هو هوايته المفضلة، بيفرحوا جدا لما بينجحوا. خليك ايجابي ناحية تطلعاتك العملية، واوعى تتشائم لو اتصدمت او اتحطيت في اي موقف مؤذي. ما تركزش على الغلط، بص لقدام عشان تحقق اي حاجة انت عايزها او اي حاجة انت بتتمناها. كمان ما تتفاجئش برد فعل حبيبك لو كنت مقصر معاه، لان طبيعة شخصيته بتطلب منك الاهتمام. لو ملقاش الاهتمام اللي هو عاوزه بيخليه يحس، اللي بيخليه يحس بحبك يعني، مش هتلاقي منه اي ردة فعل، وهتزعل وهيحس باحساس حزين جدا. مشاكلك في الشغل مبتخلص لان اغلب الاوقات انت بتركز على الاسئلة والتفاصيل، فانت كده بتخلي المشاكل تزيد. مفيش وقت المشاكل، لازم تهتم بشغلك اكتر، لان الايام اللي جايه باذن الله على موعد مع مفاجآت كتيرة وجميلة جدا. بس انت مهمل في صحتك الايام دي. حاول تعمل فحوصات وتحاليل شاملة عشان تطمن على صحتك، لان انت بتحس بالتعب والارهاق ووجع الظهر كتير الايام دي. اوعى تجازف بصحتك، لازم تروح لدكتور. بالرغم من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها الايام دي، بس انت هتتحكم فيها. ربنا هيرزقك بدل تعبك ده، وهيرضيك على كل اللي انت مريت بيه من مشاكل وهموم، وكل اللي عدى عليك ربنا هيعوضك بيه. بس انت كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب. شخصيتك بتقدر تخبي حزنها بسهولة جدا، بيبتسموا رغم ان عندهم كمية كبيرة من الهم والحزن في قلبهم، لكن عندهم عقل موزون، بيفكر بشكل كبير عشان يوصل لحل لأي مشكلة هو بتقابله في الحياة. بيحب يحقق أحلامه وطموحاته، لأن أهم حاجة في حياته إن هو مخلص جدا في شغله، وحكمته وعقله بيساعدوه على تحقيق أي حاجة هو عاوزها. مواليد البرج ده عندهم صفات إيجابية كتيرة، منها إنه بيقدر إنه يشيل المسؤولية، بيقف في أي حاجة صعبة يحلها، بس ما بيحبوش إن حد يتحكم فيهم بأي شكل من الأشكال. شخصية كتومة جدا، قليل لما يتكلموا مع حد عن حياتهم الشخصية. بالنسبة للي مش مرتبطين، انت قابلت شخص من فترة قريبة حسيته انه مميز، ادي لنفسك فرصة عشان تتعرف عليه كويس، واوعى تندفع في مشاعرك ولا تقوله عليها. خليك حريص معاه، ما تسمعش الكلام الناس اللي حواليك، لان انت صاحب القرار ده. بتحس بوجع في بطنك لانك بتاكل اكل مليان دهون، وده اللي مأثر عليك. امشي على نظام غذائي صحي عشان الموضوع ما يكبرش. كمان ادرس امورك وافهمها كويس، فكر في قراراتك الاول وتأكد منها بهدوء وصبر، واوعى تستعجل عشان ما تندمش بعد كده. خليك حريص انك تستغل اي فرصة تجيلك، استفيد منها بذكائك وثقتك في نفسك وطموحك وخططك لمستقبلك بشكل كويس. انت بتحب الخروج والسفر والمغامرات الجديدة، بتهتم بأهلك، لو قابلهم اي حاجة او هم عايزين اي حاجة بتجيبها لهم، على طول منتبه لهم، تحل المشاكل بسرعة.
اليوم مناسب عشان تروح اللي بالنسبة للي متخانقين بقى، اليوم مناسب عشان تروح تصالح حبيبك وتتكلم معاه تنهوا الخلاف. انت دايما عصبي ومتوتر وده هيأثر على صحتك بشكل سلبي. حاول تهدى عشان الشريك متضايق منك. في ناس كتير قوي حواليك بتحسدك على فكرة على النعم اللي ربنا كرمك بيها، بيفضلوا يا ريت احنا ويا ريت احنا ويا ريت احنا. بس سبحان الله، عندك حسد وعين وسحر قوي جدا من شخص قريب منك جدا، هدفه انه يفرق بينك وبين حبيبك ومخليك حاسس ببرود من ناحية حبيبك. الحسد والعين ده مقصود. اللي بيحسد ده بيحسد بطريقة وحشة، عينه وحشة، صابتك ظهر عليك من الحالة النفسية اللي انت فيها، وكمان من الحزن اللي بيجيلك فجأة وبيجيلك ضيق في صدرك، جسمك تعبك، بتحس بتقل في كتافك، بتحلم أحلام وحشة، بتصحى متضايق تعبان ومخنوق، دايما حاسس بالصداع، ساعات ما بتعرفش تنام من كتر التفكير، وبتتردد في كلامك، وبتفضل تتاوب كتير، ودايما عصبي، وبتتسرع من غير سبب، حياتك كلها متلخبطة. بالرغم انك حنين بس انت مش عارف ايه اللي بيحصل لك ده. بتكون قادر تحل مشاكل الناس كلها، تيجي عند مشاكلك انت بتتعطل. في اوقات كده بتكون عايز تقعد لوحدك، مش عايز حد يقعد معاك. في اوقات تانية عايز حد يقعد معاك، مش عايز تقعد انت لوحدك. عواطفك حلوة جدا، شعورك بالمسؤولية تجاه اي حد كويسة جدا. بإذن الله ربنا هيفرجها عليك. اطلب من ربنا الفرج لأنه من عند الله. ربنا هيرزقك اللي بتتمناه لأنك بترضى بقسمتك ونصيبك، ورضي دايما، ورضاك ده بإذن الله هيجيب لك الخير. حاول انك تردد لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، لأن أوضاعك بقت صعبة زيادة عن اللزوم. بس بإذن الله هتسمع أخبار حلوة هتغير حياتك. انت كل اللي عليك انك تقول يا رب. ربنا سبحانه وتعالى هيفرج همك وكربك، وحياتك هتتغير فوق ما انت متخيل بإذن الله تعالى. هيجيلك خير كتير جدا ونعيم، وحالك هيتغير، ورزق هيجيلك في الطريق. ربنا مدبر الأحوال، هيدبر أمورك وهيدبر حالك. وبالنسبة لموضوع العين والحسد، كل اللي عليك انك تقرأ قرآن. سيبك من اي حد يقولك تعالى نوديك للشيخ فلان للشيخ علان، لا مفيش الكلام ده، كل ده غلط. كل اللي عليك انك تتعالج بالقرآن، لانه هو دواء القلوب. بس انت الايام اللي جاية مليانة مفاجآت وتغييرات واحداث، وهيجيلك اخبار سعيدة. الايام اللي جاية هتبقى خير وحب بإذن الله، فرحة بتستناها من سنين. ابشر لان كرم ربنا سبحانه وتعالى هيبقى عليك. بص هتفرح جدا جدا جدا، هتنال رفعة قوية وعلو شأن، انشراح صدر، هتفرح بالبشارة بإذن الله تعالى، معيشة هنية، هتكون صبور، وهتحصل على أي حاجة انت عايزها بإذن الله. والأوقات اللي انت كنت بتقعد فيها لوحدك دي ربنا هيهونها عليك، بس انت ادعي ربنا انه يهون عليك وتخرج من اللي انت فيه. ودايما تردد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك نوع من أنواع المشاكل ومش عارف تحلها، كمان في قرار مصيري. مشاكلك في شغلك غير متزنة، وضعك مش كويس، دايما قلقان ومتوتر، مش عارف تاخد قرار صح في حياتك. عندك كذا فكرة بتدور عليها وفي خيالك مش قادر توصل لحل، حاسس بشعور سيء جدا. عليك انك لازم انت تتخلص من الاحساس ده. كل اللي عليك انك تستعين بالله، مشاكلك كلها تتحل. نصيحتي ليك اول حاجة تعملها، اقعد مع نفسك وشوف انت ظلمت حد او حد ظلمك ولا ظلمت نفسك بس. عندك قدرة انك بتأثر على الناس اللي حواليك، وانك بتسيطر على نفسك وحياتك الخاصة. عندك قوة بتخليك قادر انك تواجه اي موقف بيصادفك في حياتك بأحسن طريقة. بتقابل الموقف دي بعزيمة اصرار، بس في حاجة بتميزك انك عنيد جدا جدا.
انت من اكتر الابراج صبر، ولو قابلت اي موقف محتاج منك انك تدافع عن اي شخص ما بتتأخرش، بتدافع او عن اي حد قريب منك عموما، بتظهر للناس كلها قوتك اللي انت مخبيها فجأة لو لقيت اي شخص متعرض لحاجة وحشة. آم، كل الاوقات بتحب تفرض وجودك في اي مكان، بس في حاجات مش ايجابية في شخصيتك دايما بالنسبة للناس القريبين منهم، لانهم ما بيقبلوش اي خيانة. البرج ده بالذات ما بيقبلش اي خيانة مهما كان السبب، وقتها بقى بيطلعوا العداوة لأي حد خانهم، وما بيرضاش ابدا يسامحه طول عمره، لان اصلا هو وفي، فما بيحبش حد يخونه، ويوم ما حد يخونه ما بيسامحوش ابدا. بتمتع بشخصية مسيطرة.